بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. جاني سؤال من متابعة بتقول لي إن هي برضو عايزاني أفسر لها حلم. الحلم ده هو بيقول إيه؟ بتقول إن هي كانت ماشية مع أخوها وأختها وراكبين يعني عربية، فالعربية ماشية ببطء قوي، واخوها زي ما يكون متضايق منها هي واختها. وبعدين وهما ماشيين لقوا محل عصير قصب، فقالت له احنا عاوزين عصير قصب، فمرضيش يجيب لهم ومتضايق. وبعدين فجأة نزل وفجأة يعني العربية وقفت. بتقول لقت بتاع العصير القصب جاب لهم عصير قصب واداها هي كوباية كبيرة قوي. فبتقول شربتها وبشربها بسرعه خايفه لاخويا يرجع في كلامه وياخد مننا العصير، وانا بشرب العصير طعمه حلو قوي وجميل. وبعد كده لقيت نفسي لابسه شنطه على ظهري، وبعدين اختي قالت لها الشنطه دي حلوه هاتيها نلبسها. بتقول انا ما كنتش راضيه اديها لها، لما لقيت اختي زعلانه فخلعت الشنطه وبلبسها لها، فلقيتها ضيقه ما بتخشش لاختي. بعد ما خدتها ولبستها لقيتها برضو ضيقه مش بتدخل. وبعد كده لقيتها واسعه وبتتلبس، شنطه من اللي بتتلبس على الظهر دي. وبعد كده لقيت نفسي ماشيه في طريق لوحدي، الطريق ده ضيق بس بيوسع واحده واحده، الطريق بيوسع وطريق شكله جميل. فبتقول لي يا ريتك تفسري لي الحلم ده، والحلم طويل شويه وفي كذا يعني حاجه، بس ان شاء الله نعرف نفسره وتستفادي من تفسيره وما تقلقيش خالص. معنى ان انت راكبه مع اخوكي واختك عربيه، هي ركوب العربيه شيء جميل، وان انت رايحه يعني ان شاء الله مشوار او في خير جايلك، بس معنى ان العربيه ماشيه ببطء يبقى الخير ده هيتاخر شويه على ما يجيلك. معنى ان اخوكي زعلان منك انت واختك ومش طايقكم، ان هو برضو يعني زي ما تقولي الخير اللي جايلكم ده يمكن انتوا ظروفكم احسن منه شويه، وهو متضايق يعني منكم. وبعدين الشنطة بتبقى حاجة كويسة، يعني الشنطة في المنام لما تكون جميلة وكويسة يعني ومليانة كده بتبقى دي بشارة خير ان جايلك خير. ان اختك تقولك هاتي الشنطة ان هي مستكترة الخير ده عليك، انت ما رضيتيش تديهولها. فيعني انصحك ان انت لما ربنا كده يرزقك بالخير ما تقوليش لحد، لا اختك ولا اخوكي ولا جارة ولا اي حد، خلي سرك في جواكي عشان ربنا يديم عليك الخير. وان انت شربتي العصير القصب وكان طعمه حلو قوي قوي، معنى ان انت بتاكلي حاجه او بتشربي حاجه من وطعمها حلو في بقك، ده معناه برضو ان في سعد وحاجه وفرح وخير هيجيلك. مش معنى الخير ان هو يكون فلوس بس، لا، الخير ممكن يكون انت ما بتخلفيش ربنا يرزقك بالذريه. طبعا انا مش عارفه اتواصل معاكي عشان اسالك بعض الاسئله. انت بس هي قالت ان هي متزوجه، فخلاص يعني هو ممكن الخير دوت ربنا يرزقك بالذريه، ربنا يعافيك لو انت مريضه ويرزقك بالصحه الجيده. يكون زوجك مثلا كان تعبك، لا بعد كده هيتحسن ويبقى كويس معاكي. المهم ان تفسير الحلم دوت ان انت بتشربي عصير قصب وطعمه حلو، ده خير. ان انت ماشيه في الطريق ده كان ضيق وبعدين بيوسع، دوت خير. ان انت برضو راكبه العربيه ماشيه بطيئه وبعد كده لا سرعت، دوت برضو خير. ان حياتك كانت واقفه وفيها عكوسات وفيها متضايقات وفيها كروب، لا ان شاء الله الحالات دي كلها هتتمحي وربنا هيرزقك بالسعد والخير والهنا، سواء بقى في مال، في صحه، في اولاد. المهم ان الحلم مبشر جدا وما فيهوش اي حاجه تضايق او تقلق. ويا رب اكون افدتك انت والمتابعين اللي بيتابعوني. اشوفكم في حلقه جايه باذن الله، مع الف سلامه.